اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده صخر دفاع النادي الاهلي الجديد اشرف داري، وكذلك محمد عبد المنعم في مقارنه منتظره ومستنيه كل جمهور النادي الاهلي وكذلك جمهور الوداد المغربي. بكل امانه لو انت كمشجع للنادي الاهلي مكان جمهور فريق الوداد المغربي لازم تتحصل على هذه الجوهره اللي مش موجود منها كتير في قاره افريقيا باكملها. طبعا انت اكيد مستغرب هو ليه اشرف داري هيسيب اوروبا ودوري بحجم الدوري الفرنسي ويرجع افريقيا من بوابه النادي الاهلي؟ لان باختصار النادي الاهلي فريق اوروبي موجود بالخطا في قاره افريقيا، ويحيى عطيه الله بيلعب دور بارز في هذه الصفقه بالاضافه لابننا رضا سليم ايضا. اشرف داري قبل ما اكلمك عن مسيرته الكرويه في الملاعب حابب اذكر لك وابرز لك مميزاته. لاعب تقدر توصفه بالمهاري والموهوب والشرس وصاحب شخصيه قويه على ارضيه الميدان وشرس وعنيف في الالتحامات الارضيه والهوائيه. عايزك تركز معايا كده في اللقطه دي. رغم ان مهاجم الخصم السابق اشرف داري منفرد بالمرمى ومع ذلك داري بسرعته وذكائه عمل تاكلينج خرافي وطلع الكوره بكل ذكاء وعبقريه. بالمناسبه عملها اكثر من مره، وكمان بيطلع بالكوره بشكل جيد، بيسلم من رجل لرجل بشكل اكثر من رائع، والقوه البدنيه عنده ما شاء الله عاليه للغايه. مدافع سوبر وكاريزما وستايل لعب ويفكرني كده بلاعب ريال مدريد السابق سيرجيو راموس. كان عنيف في التدخلات وقطع الكرات بدون ارتكاب اي اخطاء. ده بكل تاكيد المطلوب في النادي الاهلي لتعويض غياب الصخره محمد عبد المنعم. تعال اكلمك بقى عن مسيره اشرف داري الكرويه منذ بدايته في ملاعب كره القدم. اشرف داري يعتبر من مواليد 1999، يعني عمره في التوقيت الحالي 25 عام. طوله متر 90 سم. قيمته التسويقيه حاليا على الترانسفير ماركت واللي هتكلف النادي الاهلي 2 مليون يورو. بدا مسيرته الكرويه مع فريق الوداد المغربي في قطاعات الناشئين، يعني ابن من ابناء النادي، وتم تصعيده لفريق الشباب في عام 2016، وبعد كده تم تصعيده للفريق الاول في عام 2018 حتى عام 2022، وقدم مواسم خرافيه مع فريق الوداد المغربي وساهم معاهم للوصول لنهائي افريقيا عام 2019، وكذلك فاز معاهم ببطوله افريقيا في عام 2022 على حساب النادي الاهلي. شارك مع فريق الوداد المغربي وخاض معاهم 140 مباراه، قدر يسجل 11 هدف ويصنع هدف اخر. وبعد ما تألق في كأس العالم قطر 2022 مع منتخب اسود الاطلس وبالتحديد في مباراه البرتغال وتحجيمه لكريستيانو رونالدو، واللقطه اللي انتم شايفينها امام حضراتكم هو بيواسي افضل لاعب في العالم، وكذلك كان محجم اللعب في مباراه منتخب فرنسا على كيليان امبابي، وكان سجل هدف في مرمى المنتخب الكرواتي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع بالفعل. وبعد كده جاله عرض من فريق بريست الفرنسي وانتقل لهذا النادي مقابل 2 مليون و700 ألف يورو. لعب معاهم حتى الآن 24 مباراة، قدر يسجل هدف ويصنع هدف آخر. وفي الإعارة اللي طلع مع فريق رويال البلجيكي لعب معاهم 9 مباريات، قدر يسجل 3 أهداف. مش قلت لك من شوية إن أشرف داري هداف بالفطرة حرفيا؟ بيفكرني تلقائيا بمحمد عبد المنعم، لما بيزيد في الناحية الهجومية بيسجل أهداف خرافية وحاسمة. لعب مع منتخب أسود الأطلس حتى الآن 25 مباراة، قدر يسجل 3 أهداف. طوال مسيرته الكروية في الملاعب لعب 173 مباراة، قدر يسجل 15 هدف ويساهم بهدفين اخرين. علشان كده جمهور الوداد المغربي كان يتمنى ان اشرف داري يرجع قاره افريقيا مره اخرى من بوابه فريق الوداد المغربي وليس من بوابه النادي الاهلي، فوصفوه بالخاين بعد ما وكيله طلع صرح للاعلام المصري ان المفاوضات متقدمه للغايه مع النادي الاهلي. لاعب بكل امانه تقيل وخير بديل لمحمد عبد المنعم مع المدافع القطري والمصري الجنسيه يوسف ايمن. شابوه للنادي الاهلي ومجلس ادارته وكذلك مارسيل كولر لانهم قدروا يعوضوا رحيل محمد عبد المنعم باكثر من بديل قبل فوات الاوان وبدايه الموسم الجديد. اكثر ميزه بتعجبني في اشرف داري انه ما بيعتمدش اسامي، بيخش ينقض على المهاجمين ويقطع الكوره بكل معلمه واحترافيه بدون ارتكاب اي اخطاء. بيفكرني تلقائيا ايضا باكرم توفيق وتدخلاته اللي كلها رجوله. لاعب بكل هذه المواصفات بكل تاكيد هيمثل اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في الموسم القادم. في نهايه المطاف ما تنساش تقول لي رايك كمشجع للنادي الاهلي في المدافع المغربي ولاعب النادي الاهلي الجديد اشرف داري. ده بقى محمد عبد المنعم اخلص من ارتدى قميص النادي الاهلي. فكرت اكمل وانا مش معاها الخماسيه. بعد رحيل محمد عبد المنعم من النادي الاهلي لفريق نيس الفرنسي وتركه للنادي اللي قضى فيه معظم فترات حياته، كان واجب علينا كجمهور للنادي الاهلي ان احنا نكافئه بحلقه نبرز فيها تضحياته وكفاحه ومساهماته مع المارد الاحمر. محمد عبد المنعم مدافع من المدافعين اللي كان يطمنا انه يبقى موجود في الملعب،
سواء مع النادي الاهلي او المنتخب المصري. لاعب حكايته حكايه، لان مركزه مع النادي الاهلي في البدايه كان مهاجم وليس مدافع، ولكن نجح الكابتن بدر رجب انه يقنع محمد عبد المنعم انه يلعب في مركز المدافع وليس المهاجم، وبالفعل اصبح محمد عبد المنعم الافضل داخل قاره افريقيا باكملها. يمكن الهدف ده عمر ما جمهور النادي الاهلي ينساه ابدا لمحمد عبد المنعم، لدرجه ان هم سموا الاستاد والبطوله باسمه، من استاد مركب محمد الخامس لاستاد مركب محمد عبد المنعم، بعد هدفه القاتل في مرمى فريق الوداد المغربي في نهائي افريقيا 2023. ودي تعتبر من اغلى البطولات في تاريخ النادي الاهلي، واللي عمر ما جمهور النادي الاهلي ينسى الجميل اللي عمله فيهم محمد عبد المنعم في هذه النسخه بالتحديد، بخلاف العديد من الاهداف الحاسمه والقاتله اللي سجلها محمد عبد المنعم براسه سواء في الدوري المصري او في بطوله افريقيا. من ضمن مميزات محمد عبد المنعم انه كان لاعب غيور قوي على النادي الاهلي، واللقطه اللي انتم شايفينها في الفيديو امام حضراتكم دي كانت مع لاعبي فريق الملكي ريال مدريد في كاس العالم للانديه، لما روديجر وتشاوميني استفزوا لاعيبه النادي الاهلي. ده كان رد فعل محمد عبد المنعم الرجولي. محمد عبد المنعم كان لاعب من اللعيبه اللي ما بيعتمدش اسامي فرق ولا لعيبه، لانه باختصار كان شايف النادي الاهلي افضل فريق في العالم. محمد عبد المنعم رغم النادي الاهلي كان مطلع عاره الفريق فيوتشر، ما كانش بينه رجوعه في هذا التوقيت الا ان كيروش مدرب المنتخب المصري ساهم في اكتشافه وابرازه للجماهير بشكل كبير جدا. وبالفعل محمد عبد المنعم قدم بطوله استثنائيه سواء في بطوله افريقيا قبل الماضيه وكذلك في بطوله كاس العرب اللي اتلعبت في قطر، وبعدها النادي الاهلي دايركت رجعه للنادي مره اخرى. من ضمن مميزات محمد عبد المنعم ايضا انه بيتميز بثبات في المستوى، مدافع من المدافعين اللي بيقدر يطلع بالكوره بشكل جيد، بيسلم من رجل لرجل بشكل اكثر من رائع. اي نعم في اوقات محمد عبد المنعم بيبقى عنده ثقه زياده ممكن يخطئ، ولكن قلما لما يخطئ في كوره. ميزه في محمد عبد المنعم انه بيعرف يصلح خطأه قبل فوات الاوان، وشرس وقوي في الالتحامات الارضيه وكذلك الهوائيه. لما بيزيد في الناحيه الهجوميه بيسجل اهداف عالميه خرافيه، وكان بيمثل ثقل كبير جدا في خط دفاع النادي الاهلي. بعد رحيله من النادي الاهلي نجح في التعاقد مع يوسف ايمن. يمكن ستايل لعب يوسف ايمن اللي بيمتلك الجنسيه القطريه والمصريه يشبه الى حد كبير لمحمد عبد المنعم. النادي الاهلي بالفعل نجح في التعاقد مع يوسف ايمن لمده عام على سبيل الاعاره، بالاضافه ان النادي الاهلي في التوقيت الحالي بيفاوض نجم منتخب المغرب والوداد المغربي السابق اشرف داري لتعويض رحيل محمد عبد المنعم صخر الدفاع النادي الاهلي والمنتخب المصري. تعال بقى اما اكلمك عن مساهماته والقابه مع النادي الاهلي. محمد عبد المنعم خاض مع النادي الاهلي في مختلف البطولات المحليه والقاريه 115 مباراه مع كل الانديه بما فيهم النادي الاهلي 155 مباراه. ما تنساش ان محمد عبد المنعم كان خاض تجربه مع فريق سموحه وسابقا مع فريق فيوتشر بمسماه الحديث مودرن سبورت، ومع النادي الاهلي شارك محليا في 81 مباراه ما بين دوري مصري وكاس مصر وسوبر مصري. قدر يسجل هدف في بطوله افريقيا، شارك مع النادي الاهلي في 34 مباراه، قدر يسجل 6 اهداف، وفي كاس العالم للانديه شارك صاحب ال 25 عام محمد عبد المنعم في 8 مباريات، ونجح في الحصول على برونزيه كاس العالم للانديه 3 مرات. بطولات محمد عبد المنعم طوال مسيرته مع النادي الاهلي: نجح في الحصول على 9 بطولات مع المارد الاحمر، حصد بطوله الدوري المصري مرتين وكاس مصر مرتين وكاس السوبر المصري 3 مرات ودوري ابطال افريقيا مرتين. لاعب من اللعيبه اللي اضافت الكثير للنادي الاهلي في خلال الفتره اللي قضاها مع القلعه الحمراء. مهما اتكلم عن محمد عبد المنعم مش هوفي له بحقه. في نهايه المطاف ما تنساش تقول لي رايك كمشجع النادي الاهلي في المسيره والفتره اللي قضاها محمد عبد المنعم داخل جدران النادي الاهلي، وايه اكتر موقف رجولي عمرك ما تنساه لمحمد عبد المنعم مع النادي الاهلي.